هلا اول اشي رح احطه اللي هو السائل اللي عندي، اللي هو كيلو وربع من الحليب. يعني قصدك لتر وربع مش كيلو؟ لا يا سوري، انا حكيت كيلو. كوب كوب وربع من الحليب. رح نحط عليهم بيضتين، رح نحط عليهم الفانيلا، ورح نحط عليهم معلقتين من السكر. السكر حسب الرغبه. معلقتين كبار ولا صغار هلا كبار؟ تحطيهم؟ تقدروا تحطوهم كبار، تقدروا تحطوهم صغار، زي ما بدكم، ما في مشكله. وهي الزبده قلت لكم يا دوب شيء بسيط بس حتى يعطينا لون حلو، ونقطه ملح. دائما حتى بالاشياء الحلوه بنحط نقطه ملح. هلا بدنا نخفقهم مع بعض. رح نحط بالضبط كوب من الطحين، وبرضه عم بفرجيكم كيف رح نمشي على الاكواب المعياريه. هذا الكوب مع هذا الخليط ونخفقهم. نقول بسم الله. نحط شويه زبده، برضه بدها زبده، برضه اختياري، لا مش ضروري، بس انا بلاقي اللون بيطلع احلى. شوفي لونهم احلى. فعلا لونهم شايفه كيف؟ بس يا دوب شوفوا بننزلها. اهم حركه بالكريب روان، نحركها بهاي الطريقه، بس نستنى عليها شوي، بس هي لانها حاميه بس ما بدي اياها تنحرق. شايفين السهوله والسرعه؟ ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. خليها كمان دقيقه. شوفي ما احلاها، شوفي قد ايه بسرعه. يا سلام ما شاء الله، والله وزبطت يا ديما. والله وزبطت. لا من ليه؟ اول مره. لاني حاطه زبده منيح صراحه. الزبده بتعطيها لون كتير حلو. اوكي. وبدنا ندهن. طبعا بتقدروا تحشوه بلوتس، اللي بدكم تقدروا تحشوه بكريمه، مع تخففوها مع كاستر، تعملوا ايش ما بدكم. كريمه وستروبري.